الأهلي يستعيد خدمات بن شرقي وحسين الشحات وإمام عاشور وأشرف داري والدبيس ابتداء من المباراة المقبلة بعد انتهاء فترة الراحة وانتظامهم بالتدريبات ابتداء من اليوم. مارسيل كولر يعود للقاهرة لقيادة مران الفريق استعدادا لمباراة طلائع الجيش التي ستقام الاثنين القادم. الجهاز الفني يستقر على منح علي معلول فرصة أكبر للظهور في المباريات المقبلة بعد ظهوره بمستوى طيب أمام إنبي. حالة استياء كبيرة تسيطر على محمد رمضان المدير الرياضي للأهلي من الشكل السيء جدا الذي ظهر به الفريق أمام إنبي وعدم استغلال الجهاز الفني الفترة الماضية في تجهيز عناصر الفريق بدنيا. محمد شوقي يطالب لاعبي الأهلي بضرورة مشاهدة مباراة إنبي مجددا مع أنفسهم للوقوف على مستواهم السيء خلال المواجهة والذي لا يليق بلاعبين تلعب لفريق كبير مثل الأهلي. بعض جماهير الأهلي تتعاطف مع عمر الساعي بعد الهجوم الكبير الذي تعرض له بعد مواجهة إنبي، وأحدهم يؤكد أنه ليس منتظر منه الظهور بشكل جيد في أول مباراة له بعد كل هذه الفترة من الابتعاد عن المشاركة في المباريات. أسامة حسني لاعب الأهلي السابق يؤكد لعمر الساعي أن المستوى الذي ظهر به أمام إنبي بالأمس كان متواضع بشكل كبير، وأنه لابد أن يعمل على نفسه كثيرا الفترة القادمة والتمسك بالفرصة التي يحصل عليها الفترة الحالية والظهور بشكل أفضل لإقناع الجهاز الفني بمنحه فرصة مع العناصر الأساسية. وشريف عبد الفضيل ينصح اللاعب بضرورة اللعب السهل حتى لا يفقد الكرة بسهولة. تقارير صحفية تؤكد توقيع محمد الشناوي على بياض للأهلي في جلسة مع الكابتن محمود الخطيب قبل سفره إلى المنتخب الوطني. بعض لاعبي المنتخب الوطني الكبار ينصحون عبد المنعم بالاستمرار في أوروبا وعدم العودة للأهلي مجددا، والعمل على تطوير نفسه في أوروبا لكي يحصل على فرصة للمشاركة أساسيا مع فريقه أو الخروج إعارة لنادي آخر بالدوري الفرنسي. محمد رمضان المدير الرياضي للأهلي يخطط للقيام بتغييرات جذرية في قطاع الناشئين بالنادي بسبب عدم القدرة على تحقيق أي إفادة للفريق الأول الفترة الأخيرة. واتجاه لإعادة خالد بيبو لرئاسة القطاع والاستعانة بربيع ياسين أو محمد يوسف في منصب المدير الفني للقطاع. تأكيد الحكم السعودي الذي استعان به وزير الرياضة لإدارة مباراة القمة قبل المباراة مباشرة أنه وصل لمصر قبل ساعة من موعد اللقاء، وأن مندوب اتحاد الكرة أبلغوا أنهم سيذهبون للفندق أولا بعد تأجيل اللقاء ساعتين يقلب الموازين. والأهلي يستغل في شكوى ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية في اللجنة الأولمبية. زيزو ووالده يتهمون مسؤولي نادي الزمالك بتسريب أرقامهم الشخصية للجماهير في ظل الرسائل المزعجة والمثيرة التي يتلقوها مؤخرا. ووالد اللاعب يدرس تحرير محضر بالواقع في ظل تلقي تهديدات مثيرة. نادي إنبي يصرف مكافأة خاصة للاعبيه بعد الفوز على الأهلي بهدف قاتل في الدقائق الأخيرة. المنتخب الوطني يستهدف الفوز وتحقيق 3 نقاط جديدة أمام أثيوبيا اليوم للابتعاد بصدارة المجموعة بعدما حقق منتخب سيراليون الفوز على غينيا بيساو ووصوله للنقطة الثامنة. صلاح ومرموش وتريزيجيه وهاني وكوكا وربيعة ومروان عطية والشناوي وحمدي فتحي يقودون تشكيل المنتخب الوطني المتوقع لمواجهة الليلة. رمضان صبحي يرفض مجددا اللعب النادي الزمالك بعد دخول عمرو الجنايني في مفاوضات جادة معه. أحمد عادل لاعب الأهلي السابق: الزمالك تعامل مع ملف زيزو بشكل خاطئ، واللاعب تلقى عروض مغرية الفترة الماضية وكان من الأفضل الموافقة على رحيله والاستفادة من بيعه ماديا. اللاعب سيرحل عن الزمالك مجانا في نهاية الموسم ولا أحد يستطيع أن يلومه لأنه يبحث عن مصلحته. ومجلس الزمالك أخفق في ملف التجديد للاعب ووالد زيزو لم يخطئ، وطبيعي أن يبحث أي والد عن مصلحة نجله. أداء لاعبي الأهلي أمام إنبي عليه علامات استفهام ولا لوم على اللاعبين العائدين من الإصابة، ولكن باقي اللاعبين الذين شاركوا كان عليهم تقديم أداء أفضل من ذلك. كولر كان يعتمد على عناصر معينة في الأهلي الفترات الماضية، وهذا ظهر في ابتعاد العديد من اللاعبين عن مستواهم في مباراة إنبي، وظهر ذلك واضحا في أداء عمر الساعي. الأهلي دائما لا يوجد فيه لاعب أساسي وآخر احتياطي، وفي حال المشاركة لمدة 5 دقائق اللاعب يجب أن يقدم أداء جيد. وكان من المفترض أن اللعيبة اللي شاركوا في لقاء إنبي تنتظر فرصة لإظهار إمكانياتهم، لكنهم ظهروا بأداء متواضع. عودة علي معلول أكثر مكسب للأهلي من مباراة إنبي وهو المكسب الوحيد، وعقب نزوله أحدث فارق في أداء الفريق الأحمر، وأعتقد سيعود لمستواه سريعا، وفي حال استعادة 50% من مستواه سيكون أفضل من أي لاعب آخر سواء يحيى عطية الله أو غيره.